السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات مروة محمود والطبخ بريشة. النهاردة هندمس فول طازة وحلو وجميل في البيت، يعني هننسى بعدها أكل المطاعم ده خالص، أو الفول بتاع المطاعم. يعني ده نضيف وغير مضاف إليه أي مواد كيماوية أو أي شيء علشان يخليه يستوي بسرعة. وأنا بضيف إضافة جديدة عندي محدش بيعملها خالص، يعني اللي هو إضافة الجزر، بيدي طعم ولون وريحة وحاجة يعني تحفة تحفة. في ناس بتحط عدس، وفي ناس بتحط طماطم، وفي ناس يعني بتحط رز. انا كل اللي بضيفه مكعبات صغيرة جدا من الجزر، وبضيف كمان مكعبات صغيرة جدا من الطماطم المتقشرة عشان تدي اللون الاحمر الكهرماني. الاصفر اللي هو البرتقاني مع الاحمر بتاع الطماطم بيدي لون جميل جدا. وبنقع الفول عندي هنا زي اي بقوليات، يعني من 6 ل8 ساعات. وانا وريتكم الفولة اول ما بقسمها بايدي بتتقسم بكل سهولة. بنقعها في مية سخنة مغلية لمدة 6 ساعات او 8 ساعات علشان تنزل السموم اللي في البقوليات عموما. وكمان بستعمل حلة ضغط بدل من الدماسة. وانا هنا عملتها زي قدرة الفول بالظبط، اللي هي بتاعة الشارع بتاعة العربيات، زي ما احنا شايفين اهي، يعني تنفع تمام تمام. انا عاملة هنا كمية طبعا على قد اسرتي 600 جرام تقريبا. فطبعا لو انت عايزة اسرتك كبيرة وعايزة تعملي مثلا كيلو مرة واحدة عشان يقعد معاكي مدة، في ناس بتخزنه في الفريزر، وفي ناس بتعمله صابح طازة اول باول. انا هنا عاملة الكمية دي بتقضيني يومين 3. مرة نعمله فول بقوطة، مرة فول بالبيض، مرة فول طازة كده بس بالزيت والليمون، بتبقى ورشة كمون طبعا ده لازم، بيبقى طعمه تحفة، وشوية شطة صغيرين، او فول بالسلطة برضو بيبقى جميل جدا. بالنسبة للأجازات بتاعة الأطفال بيحلقوا الكلام ده الصبح مع شوية طعمية مع شوية بطاطس محمرة مع بيض، أفضل بكتير من فول الشارع اللي هو متدمس جاهز، أو العلب كمان اللي هي الجاهزة. ده بالنسبة لي أفضل بكتير. وزي ما احنا شايفين أنا حطيته على النار لمدة ساعة واحدة بس في حلة الضغط البريستو. في الأول على يعني درجة عالية بتاع نص ساعة تقريبا مثلا. وبعد كده بوطي النار نص ساعة كمان. زودتي الكمية ممكن تزودي المدة. انا هنا مخلياه يعني طبعا مهري جدا، مستوي بطريقة فظيعة، زبدة 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 زبدة، وده اللي بيتقال عليه فعلا زبدة. وزي ما احنا شايفين المية بتاعته تقيلة، انا هوريها لكم دلوقتي اهي. شوفوا المية جميلة ازاي وتقيلة، مش خفيفة خالص، لا يمكن نقول انه معمول فوق البوتاجاز. وطبعا الجزر مش باين خالص ولا ليه اي اثر، ولا هو ولا الطماطم. يعني اول ما الاقي الطماطم اتهرست خالص والجزر اتهرس خالص اعرف ان استوى خالص. والفولة طبعا يعني طرية جدا، ويعني مستوية على الاخر. دي درجة السوى المناسبة. اذا كانت عجبتكم الفكرة يا ريت تجربوها، تقولوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين وجربوها وهتعجبكم جدا. جزرايه واحده او جزرتين كبار مع نص كيلو الفول هيدونا الطعم والريحه والشكل الجميل ده، وبيبقى طعمه مسكر وطعم جدا جدا. وما تنسوش اللايك والشير والدعم علشان يصلكم كل جديد، ودمتم بألف خير.